حياكم الله واهلا وسهلا بكم. مدرب الهلال إنزاكي ولاعبين الهلال في اي مباراة يلعبونها كل تركيزهم اذا نزلوا الملعب ينتبهون من الاخطاء التحكيمية، حتى لو فازوا بهدف واحد ما في اي مشكلة، اهم شيء الاخطاء التحكيمية ينتبهون منها. فاذا كان اي فريق ينزل الملعب وهو خايف من الاخطاء التحكيمية لازم يلعب باسلوب الدفاع ويقفل صح، وهذا اللي جالس يسويه إنزاكي ويفوز. صحيح ان الفوز يكون متعب للجمهور ويدينهم على قلوبهم، لكن ظروف المرحلة تحتم عليك انك تلعب مدافع حتى مع الفرق الصغيرة، واغلب جماهير الهلال متضايقه من المستوى اللي قدمه إنزاكي مع الهلال، ومبهدل صحتهم نفسيا وجسديا ومعنويا، مع انه يفوز في مبارياته وفاز في اخر مباراه 3-0 على الحزم. لكن الشيء اللي ما يعرفه جمهور الهلال ان ظروف المرحله تحتم عليك تلعب باسلوب الدفاع ضد اي فريق. يعني اداره الهلال ومدرب الهلال ولاعبين الهلال اذا نزلوا الملعب عندهم اعتقاد راسخ بالذهن من اللي شافوه في الدوري ومن المباريات السابقه انهم ما يلعبون ضد خصم واحد. ولا حد ينسى يعني مباراة الهلال والفتح وكيف الحكم الأجنبي احتسب ركلة جزاء للفتح بآخر الوقت من وحي الخيال، وبعد ما راح شافها بكاميرا الفار تراجع عنها والغاها. وطبعا اللعب باسلوب الدفاع نوعا ما أفضل للهلال، لأنك تكون ما جهدت الفريق ولا تعرض اللاعبين للإصابات، وهذا اللي يبيه إنزاكي. يعني لأن الهلال عنده ضغط مباريات حسب الجدولة، كل 3 أيام يلعب، وبيلعب مع الخليج، وبعد احتمال يلعب نهائي كاس الملك مع الخلود ب8 مايو، وبعدها بيلعب مع النصر في 12 مايو. فالهلال عنده ضغط في الجدول بعكس النصر اللي مريح كل 4 أيام يلعب. فالهلال ما يلعب ضد خصم واحد، الهلال ينزل الملعب وعنده أكثر من خصم، فلا أحد يطالب إنزاكي بالمستوى نهائيا. وإنزاكي قالها في المؤتمر الصحفي، أهم شيء نفوز، وهذا هو المهم، أنك تحقق النقاط الثلاث بأقل جهد بغض النظر عن المستوى. وشكرا لكم.